يا كابتن احمد، مساء الانوار. مساء الانوار يا كابتن مدحت، وحشنا. انت كمان وحشنا والله، وبعدين الحمول من غيرك بتتغلب كتير، ما اعرفش ايه الموضوع ده. ان شاء الله اللي جاي احسن. محتاجين مدير فني هم. والله مش انت؟ انا اللي خسرت الحكايه دي. انت كنت بتشتغل مدير فني في وقت من الاوقات. والله كانت احسن واريح. طيب، عندي حاجتين عايز اسالك فيهم. الحاجة الأولى مسألة إن أنتوا أخدتوا قرار باستئناف الدوري في أسبوعه الثالث، بعتوا لوزارة الرياضة، فوضتوها للتفاهم مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، ده مظبوط؟ لا، ما موضوع التفويض ده يا كابتن ما اعرفه، لا ما حصلش. أنا قدامي خبر بيقول كده. لا، هو الحقيقة هو طبعا مؤكد اللي حصل إن القرار ما كانش من اتحاد الكورة بس. أيوه. حصل اجتماع بين اتحاد الكورة وبين أندية الدوري. عارف إن إحنا بقالنا فترة يعني يمكن يعني المسؤولين من قبلنا سواء الحاج عامر حسين أو السيد وزير الرياضة في محاولات مستمرة إن المسابقة ترجع لطبيعتها، لحد ما إحنا جينا كان المفروض 17/10. تمام. ما جاتش موافقة الأمن، تأجلنا مرة، ثم حصل اجتماع حضر فيه 15 نادي من الدوري الممتاز ومجلس إدارة اتحاد الكورة، وقلنا قالوا ان لازم قبل منتصف ديسمبر الانديه اللي طلبت، خلي بالك ان القرار جماعي او مشترك ما بين انديه الدوري الممتاز وما بين اتحاد الكوره، فقالوا لازم منتصف ديسمبر. انت عارف نص ديسمبر كان الاستفتاء، فكنا حددنا يوم 18 وبعتنا لكل الجهات المختصه. مؤكد ان يوم ما قعدنا كان هو اليوم اللي صدر فيه الاعلان الدستوري اللي صارت بعده كل الزوابع دي، فكان لابد ان نعذر الامن او المسؤوله. برافو. يعني عشان برضو نكون يعني منصفين في المساله. نعم. عشان نكون منصفين. طبعا لما تحدد يوم 18 فكان وضع يوم 16. طبعا تعرف كان في نادي سموحه كان ارسل انذار على قد محتار وحدد قضيه ضد الاتحاد ان الاتحاد هو اللي ممتنع عن القرار باقامه المسابقه. وبدات بعض الناس بتلوم بشده على الاتحاد في عدم استئناف المسابقه، فكان طبيعي جدا ان احنا كنا نعيد الجلسه ما بين الاتحاد وبين الانديه. قعدنا يوم 16، كان المفروض ان بدايه الدوري يوم 18، فقلنا يا جماعه لو المساله ان احنا عايزين نرمي الكوره في ملعب بعض، احنا هنقول احنا اتحاد الكوره عليا ان انا اعمل جدول عملته، عندي حكام ان شاء الله هم جاهزين، عندي مراقبين جاهزين. تمام. لكن ده كأن انا بصدر المشكله للانديه وكاني باخلي مسؤوليتي من الموضوع. واتفقنا كلنا سواء انديه الدوري الممتاز او مجلس اداره الاتحاد ان احنا في مركب واحد. هي مساله يمكن بس الحته لما خرجت ما تفهمش او الناس خدتها بشكل من اشكال التريقه ان ياجل الاسبوع الاول ويبدا من الاسبوع الثالث. هي كانت فكرتها كلها ايه؟ ان احنا الاتفاق اللي حصل في القعده ان كأن الاسبوع الاول لو احنا بدل ما بنعيد الدوري ونهده من جديد ونبدا نعمل جدول من جديد ياخد 10 ايام، يوم 30 ده هو كان بتاع الاسبوع الثالث، وفي مباراه للمنتخب ان شاء الله يوم 28 مع قطر اللي هي لصالح اسر الشهداء. نعم. يبقى كأن انت بدات من بعدها. أيوة. فكان ده في الجدول اللي قدام الناس كان الاسبوع الثالث، لحين في الوقت ده ان يحصل محاولات. وقلنا ان كل الجهات كلنا في مركب واحده، وزاره الرياضه، وزاره الدفاع، وزاره الداخليه، رئاسه الجمهوريه، الانديه، الاتحاد، كلنا في مركب واحده، كلنا حريصين ان المركب تمشي وان المصلحه تمشي. في ناس من الانديه ويمكن ناس من الاتحاد كمان قالوا ان احنا لازم ما نكونش بنعزل عن اللي بيحصل في البلد، وفي ناس قالوا ننتظر يوم 26 يناير، قالوا لا. المهم في الاخر وصلنا لصيغه يعني سأل بعض الموجودين سؤال لحد امتى تقدروا تلعبوا دوري او انتوا تبقوا جاهزين امتى؟ قلنا لهم ان شاء الله احنا جاهزين، احنا عندنا من الصنعه اللي نقدر بالظبط كده نولف اي حاجه، ما عندناش مشكله. صح. بس في الاخر نكون حريصين ان يكون في دوري دون خسائر ودون مزيد من الدماء، لكن احنا حريصين جدا على المسابقه سواء احنا كاتحاد او الانديه او اظن الوزاره والدوله بشكل عام. طبعا. طبعا احنا قلنا ان المساله احنا كلنا في مركب واحده، فطبيعي جدا ان وزاره الرياضه طرف اصيل معانا ان وزير الرياضه يسعى كعضو من اعضاء الحكومه مع باقي زملائه في الحكومه سواء وزير الداخليه او وزير الدفاع. نعم. استمرار المسابقه. لكن انت عارف الاخبار بتحط فيها حته يعني جمله كده بتاع اوكي. هو ما حصلش لان انا برضو يعني اولا يعني انا اربط بوزير الرياضه ان احنا نقول ان احنا كلفناه. لا تفويض يعني مش بالشكل ده، لكن برضو في نفس الوقت هو ما حصلش. احنا كلنا في مركب واحده، احنا كل اللي علينا ان احنا بنخاطب السيد وزير الدفاع والسيد وزير الرياضه والسيد وزير الداخليه او عن طريق وزاره الرياضه، وهو يقدر يخاطب بالظبط. هو ده السبيل الاقرب